لو كان في الزيطة كلام طالع اسمع دي الكرة في الشارع، رافض تحليلنا وهتمانع، طب شوف الكرة في الشارع. لو كنت جاي تفتي وخالع اثبت دي الكرة في الشارع، ده كلامنا جديد فعل مضارع، طول عمر الكرة في الشارع. الكرة في الشارع مع أحمد المصري ومحمد عبد النبي. أعزائي المشاهدين، برنامج كرة في الشارع، أنا وزميلي أحمد المصري. معانا المحرر الصحفي ضياء بهجت. ضياء، مفاجأة حلوة وكنا منتظرينها من زمان، ونورتنا وشرفتنا أنا أحمد المصري في كرة في الشارع. اهلا بيك طبعا، وشرف ليا ان انا ابقى معاكم في حلقه الحلقه دي، وباذن الله ربنا يكرمكم كده لان انتوا تستاهلوا كل خير. وبعدين انت معاك الخبره احمد المصري طبعا، فلازم يبقى برنامج ناجح طبعا. على فكره يا جماعه، ضياء المفروض كان يكون ضيف معانا في حلقه محمد. ضياء بقاله ساعتين جاي، يعني صدق قال لي نص ساعه من الساعه 3. المترو كان زحمه والله، وكل واحد راكب مع صاحبته عمال حاسب ومش حاسب، فاهم؟ وهو بخيل خايف يركبها اوبر، فعرفنا احنا. بنرحب يا جماعه بضياء، واحد من اشهر نجوم السوشيال ميديا. دمه خفيف، وزنه تقيل، بيبسي كبير، بطاطس كتير، كومبو من الاخر يعني. ضياء، اهلا بيك في كرة في الشارع ومنورنا. وعايز اسالك بقى، مين اللي شهرك كده وبقت مشهور على السوشيال ميديا ودايما مشاكس زي ما محمد رزق بيقول لنا؟ لا، اللي شهرني على السوشيال ميديا حب الناس، مش حد معين، الحمد لله طبعا. لكن طبعا الهزار بتاع احمد المصري، كل شويه ينزل لي صوره ويخلي الناس يعمل تاجات لمصر كلها، ففي ناس كتير عرفتني. هننزل لك صور ده غير لايفاتك يا نجم. والفيديوهات اللايف بتاعتي دي طبعا الناس كلها بتستناها. بس وطبعا احمد عيد حبيبي ومحمد رزق. اخبار الدومنه ايه مع احمد عيد؟ انا سمعت ان احمد عيد انت وهو بتقطعوا بعض دومنه. احمد عيد هو كسبنا 10 واحده في حياته كلها، وانا اديته 4 عشرات. بس هو خايف يلعبني من ساعتها، وساعتها غرمته اكله من بيبو. ما بلاش 4 عشان هم واخدين 4 امبارح من كانوا بيلعبوا من انبي، فبلاش الاربعات يعني. لا، ما هو انبي عادي. واحمد عيد قال ايه، خلي انبي تاخد 3 بونت وتقعد برضو ايه في الجدول الدوري شويه. احمد عيد ايه بيحب يضحي عشان غلبان. ايه موضوع السمين بقى؟ وليه السمين يعني؟ يا عم انت يعني ايه موضوع السمين؟ لا، السمين موضوعه جه اللي انا ما كنتش بحبه، اقسم بالله العظيم يا جماعه. مره كنت رايح عندي ساعه خماسي كده والله بجد. ساعه ايه؟ خماسي. بتعمل ايه؟ بلعب كوره انا. المهم واحد صاحبي اسمه اسلام زين. يا جماعه، ضياء مره حب يقلد رمضان صبحي والكوره مش عارفين يطلعوها من الارض. ده راجع لحد دلوقتي. لا والله كنت ماشي، فرايحين نلعب وبتاع. فالمهم واحد صاحبي حبيبي جدا اسمه اسلام زين قال لي ما تيجي ناكل سمين. قلت له انا ماليش في الفشه والكرشه والحاجات دي. قال لي لا، ده بيبقى فيه كفته وكبده وليا وحاجات كده. قلت له طب يلا انا معاك، رغم ان هو رفيع كده. وساعتها بقى ايه ابتدت الحكايه بقى. جبت لي رغيف ب5 جنيه، فاهم؟ من ساعتها بقى بقيت رايح جاي اكل بقى منه 4 5. عند فارس دب، وانا اللي شهرت فارس دب عشان ايه؟ بيقعد يقول لي انا اللي شهرتك وانا اللي عرفت مصر كلها عليه. طب ده انت الفتره اللي فاتت دي عامل قلق كده شويه على السوشيال ميديا، شويه متصور مع لعيبه الزمالك، شويه مع اصحابي من الاهلي، وتشتم شويه مع المصري، عمال تشتم شويه وتصور شويه مع الاهلي، مش عارفين السؤال ده، وسموحه وفرحان ان المصري كسب الزمالك. يعني زملكاوي، مبروك مع انك زملكاوي. حلو السؤال ده، حلو. ايه الموضوع؟ انا بقى عندي رد بقى ايه على السؤال ده. الشعب المصري عامه بيحب ايه؟ انا خلاص، انا مثلا زملكاوي اهو، يبقى لازم اشتم في الاهلي واشتم في الفريق اللي كسبنا اللي هو مصر. لازم اشتم في المصري والاهلي وكله. لعبت انا دلوقتي زملكاوي ومحدش يزايد على الحب للزمالك. بس انا ولا بحب اطلع اطبل ولا بحب الحاجات دي كلها. اللي انا شايفه بعيني بقوله. تمام. دلوقتي انا راجل زملكاوي، فريق مصر لعب كويس، ثانيه يا مصر. فريق مصر لعب كويس وكسب، نزلت لهم قلت لهم مبروك. حلو. حصل بقى قلق والدنيا قامت وليفه وبتاع. انا راجل محترم. ثانيه يا عم. طب يا ضياء، علاقتك ايه بالمستشار مرتضى منصور؟ مرتين تقول له لو كسبت توكلني عند صبحي كابر، هو بيعزمك عند صبحي كابر فعلا؟ لا، دي كانت مره كان عازم بعد ما كسبنا الاهلي 2-1، كان عازم كله عند صبحي كابر، كابتن خالد جلال وكابتن ايمن حافظ. لا، انا جيت متاخر، كنت قاعد مع احمد عيد، بس احمد عيد ساعتها جاب لي اكله من بيبو بقى وشربني عصير. احمد عيد جاب لي طواجن بقى، لحمه بالليه وكبده بالليه ورز وباميه كله بالليه؟
جاب لي حاجات كتير احمد، غرمت 600 لا جنيه. ما فكرتش تخس؟ جربت اخس اسبوع واتخانقت مع الدكتوره. والله قالت لي تمشيني على نظام وبتاع، فانا بجاوب على الساعه كسرت 4. النظام. اصل انا ابويا اكيل زيي. ابوك العيله كلها كده ديناصورات؟ لا العيله كلها رفيعه، ابويا رفيع، بس ابويا من كتر اكل السمين والحاجات دي برضو؟ كلها عمل عمليه في قلبه. والله بقى دلوقتي باكل قشطه وعسل وحاجات كده. انت عندك كام سنه ضياء؟ انا عندي 21 سنه. 21 سنة. اه والله. ما فكرتش مره بجد ان انت يعني تعمل دايت مثلا وتقول لا ده اصحابي بيتضايقوا من شكلي، ولا انت الناس حبتك على الشكل ده مفيش فعايز حد تبقى كده؟ بيتضايق من شكلي، الشكل ده بتاع ربنا، وبعدين انا ضحكتي احسن من ضحكه في مصر. انت بتضحكها كده؟ اهو. طب بقول لك ايه، علاقتك باللعيبه كتيره قوي يعني، صاحبتهم ازاي؟ يعني الموضوع ده جه ازاي معاك؟ اول واحد اداني السهم كان احمد المصري. وندمان ندمان يعمل شهرت احمد المصري، ومحدش يعرفه غير مدحت شلبي. اسمه كابتن مدحت شلبي مع حفظ الالقاب طبعا. بعد كده جت بقى الحكايه اللي انا اتعرفت على اول واحد على احمد عيد. وبقيت اجي له هنا على طول الملعب واروح له الكافيه وبتاع. كويس. بعد كده بقى ابتديت واحده واحده، كنت بنزل صور مع احمد عيد كتير. كويس. فابتدت اللعيبه تعرفني بسبب اللي انا بنزل صور مع احمد عيد. بعد كده بقى بيبقى في لعيبه عندي على الفيسبوك وبتاع، كله بقى عارفني الحمد لله. مين اللاعب اللي راحت عند فارس ضبو؟ محمد رزق. بطل. وعاصم صلاح. بطل. وخالد سطوحي. بطل. وواحد عمل صليبي. ومعتمد مؤذن عمل 2 صليبي. بطل. عمل 2 صليبي. ربنا يشفيه طبعا. ربنا يشفيك يا معتمد. لا مش فاكر حد تاني. معلومه خالد سطوحي لما جالي هو وعاصم متى كان عندهم قياس وزن واتغرموا تاني يوم من كابتن حلمي طلال. ايه الاكل اللي بتحبه يا ضياء غير السمين؟ يعني ايه الاكل اللي بتاكله؟ بعشق الفراخ. لو جبت لي فراخ عليها هاكلها. تاكل كام فرخه في اليوم؟ مره دخلت مسابقه برضه محدش عارف المعلومه دي، كان كبابجي العربي اللي في شبرا عامل مسابقه اكل 5 فرخات، كلت 3 وما قدرتش بقى، الاكل وقف لي هنا كده في بقي وخسرت المسابقه. بس كلت انت النهارده كلت 3 فرخات دي ولا والله. مصر عازمني النهارده في المهندسين على الغدا، فانا لسه مش عارف مصر وذوقه بقى. بس انا لسه اشوف بقى اكلني ايه. ضياء يعني دراستك بقى، يعني الناس كلها ما تعرفش ان الناس كلها فاكراك ان انت صايع. مالكش مأوى. ضياء انت في كليه حقوق؟ انا في ثالثه كليه حقوق. انت محامي يعني؟ لا انا مش محامي، القصه بقى انا احكيها بس كل الناس عايزه تعرف. انا كنت عايز اخش اعلام. كويس. فجيت جبت مجموع 75%. يا دوبك ادخلك الحمام بالعافيه. دخلني اهلي كايرو. فالمهم رحت الاعلام، كان بياخد من 93، رحت جامعه 6 اكتوبر، قالوا لي احنا استكفينا من العدد وبتاع ومش عارف ايه. قلت لهم خلاص ماشي مفيش اي مشكله. المهم دخلت انا كان جاي لي في التنسيق حقوق جامعه القاهره، قلت انا اخشها ومنها انا اعرف اخش مجال الصحافه، ان انا بحب المجال ده. كويس. مش داخله عشان صوره ولا عشان شهره ولا الحاجات كويس. في ناس كتير بتعمل لان الوسط لم زي ما انت بتقول كده. لم كتير قوي الوسط لم لدرجه احسن مراسل في مصر. لا هو 5 ممكن اقولهم. نمرة 1 احمد المصري. نمرة 2 مصطفى الراسخ. كويس شغال. نمرة 3 حسن غنيمة. لا حسن شاطر بس انا. نمرة 4 كريم ابو حسين. ايوه. نمرة 5 احمد كوان. ليه ما فكرتش مثلا بان انت مثلا بدات تاخد خطوات حلوه على السوشيال ميديا؟ ما فكرتش تمثل؟ يعني مثلا تروح كاستنج مثلا لحاجه، مثلا حد عايز كاستنج، لا اما اطلع حاجه تليق بيا، لا اما ما اطلعش. صلاة النبي احسن. ابطل انا مش هقبل ان انا مثلا اطلع كومبارس اللي هو انا اعدي الكوبايه كده مثلا. طب اخزق حسن ابو علي، ما اقدرش ان انا اطلع حسن ابو علي. ضياء بيداك واحد، ما اقدرش ان انا اطلع بدور مثلا اللي انا شايل كوبايات وحاجات كده. هو مثلا حسن شغال ايه؟ حسن شغال. حسن ده جاب صليبي لعيبه سموحه، اقسم بالله يعني يسلم على لعيب كده يخش يجيله صليبي في الملعب. والله جاب لي احمد حسن مكي صليبي، جاب لي ناس كتير قوي. ده احمد حسن مكي بيسلم عليه في مره وداخل الملعب رجله اتنت في الملعب جاله صليبي. حسن ابو علي مدمر لعيبه مصر كلها. دي عجوزه لكن صحتها كده. بركاتك يا ابن الفقريه. الاسعاف يا جدعان، حد يشوف لنا الاسعاف. والله بس انا قبل نهايه الحلقه عايز اوجه رساله للمسؤولين في مصر بالذات عن قطاع الناشئين.
يعني دلوقتي القطاعات الناشئين في مصر كلها لازم الواحد عشان يلعب لازم يدفع فلوس. ليه ما حدش يستغل المواهب الكويسه في مصر؟ انا عندي واحد زميل ليا اسمه اسلام زين، اقسم بالله العظيم لا اقسم بالله العظيم 3 اقسم بالله اتحسب على الحلفان ده، لو نادي خده هيجيب لهم ملايين. لفيت انا بيه عن نفسي، اتكلم عن نفسي، لفيت بيه انديه مصر كلها. يبقى تامتع يجي الكابتن يقول له لازم 5000 جنيه، لازم 2000 ونص، مش عارف ايه. ليه كده يعني؟ ابو جبل هيضربك يعني يا ريت كل واحد يعني ليه؟ يستغل المواهب الموجوده في مصر. ابو جبل كان عايز وباذن الله يضربك ربنا يكرمه. ابو جبل كان عايز يضربك ليه؟ ابو جبل جه موضوع اللي انا انتقدته باحترام برضه. يعني ايده يعني قد كده الصراحه والله. يا جماعه ابو جبل ايده قد كده يعني عارف. لا انت عايز تلبسني فاهم. لا هو جه موضوع اللي انا نزلت، بص هو مش عندي على الفيسبوك، فجه احد الكوبايات وصل له، خد سكرين شوت ووصل له بوست، لقيت رقم بيتصل واحد اسمه حسن، انا شهرتك يا حسن، لقيته بيتصل بيا بقول له يا حبيبي، راح لقيت ابو جبل طبعا شتايم مصر كلها اللي تخطر على بالك. فساعتها رديتش عليه، واللي حصل مش عايز اخد في الموضوع ده عشان ما اديش حجم. وسجلت له قضيه. انا حددت له مكالمات الشتيمه ولسه معايا لحد النهارده في الرف. هو وحسن ابو علي كل واحد لسه دهايه، بس دهايه حسن طقم شربات. انا شفتك اخر مره يعني كنت حزين قوي على اصابه فرجاني ساسي في المباراه اللي فاتت مع حسين اغادير. اكيد طبعا بنقول لك انت بما انك كبير الزملكاويه صور معاه الصوره بعدها باسبوع خلص عليه. يعني مبروك، يعني انت كنت بتصور فعلا قبلها مع فرجاني، يعني قبل المباراه على طول كنت بتصور مع فرجاني ساسي في لا النادي؟ انا بتصور مع فرجاني قبل ماتش المصري. قبل ماتش المصري؟ دايما الضحكه الحلوه والمعلومه المهمه ونجوم كره القدم في مصر ونجوم السوشيال ميديا هيكونوا معاكم حصريا. حاجه بقى في كوره في الشارع. خلص بقى. سهل تبقى صحفي، صعب تبقى ضياء بهجت. القافله تسير والكلاب تعوي وضياء بهجت يسير. اقفل بطريقه كابتن استاذ المصري. اقفل يا ابن الفيديو.